السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هو لو أنت بتفكر للسفر لألمانيا أو الهجرة أو الدراسة في ألمانيا، فهل سمعت قبل كده عن حاجة اسمها أوس بيلدونج؟ في فيديو النهاردة راح أقول لك إيه هو الأوس بيلدونج ده، وليه هو مهم جدا هنا في ألمانيا، وإيه كمان أكتر 5 مجالات مطلوبة جدا جدا في ألمانيا خصوصا في 2025 فيما فوق. فخليك معايا لاخر الفيديو لو انت مهتم انك تحسن من حالتك وتختار الطريق الصح. اول حاجه، ايه هو بقى الاوس بيلدونج ده؟ الاوس بيلدونج ده عباره عن تدريب مهني بيجمع ما بين الدراسه النظري في مدرسه والعمل عملي في شركه او مؤسسه. والاوس بيلدونج ده او التدريب المهني ده بيكون فتره غالبا تتراوح ما بين السنه او السنه ونص لثلاث سنين ونص على حسب المجال اللي انت حابب تشتغله او انت حابب تدرسه. وكمان طول المده دي انت بتاخد راتب شهري، تمام؟ وكمان بتتعلم المجال اللي انت حابب تشتغل فيه، بتتعلمه بجد من الصفر. طب ايه بقى هي الميزه بتاع الاوس بيلدونج ده، او ايه يعني ايه الحاجه المفيده او الميزه اللي فيه اللي تخليني ادرس اوس بيلدونج؟ اول حاجه الميزه في الاوس بيلدونج انك مش بتحتاج او مش شرط انك تكون مخلص جامعه عشان تبدا اوس بيلدونج. لا، انت تقدر تدرس اوس بيلدونج عادي بعد الثانويه العامه على طول. يعني مش شرط تكون خلصت الجامعه اللي هو الدراسه التقليديه وتخلص الجامعه وبعد كده تدرس اوس بيلدونج، لا، انت تقدر تدرس اوس بيلدونج مباشره بعد الثانويه العامه. بس شرط واحد بس يكون عندك، وهو انك يكون معاك لغه المانيه مستوى بي 1 على الاقل. في مجالات كتيره جدا اوس بيلدونج بتقبل بالمستوى البي 1، وفي مجالات بتقبل بالبي 2. مش شرط خالص يبقى معاك شهاده السي 1 زي الجامعه كده ما بتطلب. يعني الجامعات عشان تدرس في الجامعه محتاج السي 1، لا، الاوس بيلدونج مختلف. تقدر تبدا اوس بيلدونج بمستوى البي 1 فقط. طب ليه بقى يا صديقي المانيا بتحتاج يعني متدربين ومهنيين وكده؟ لان من الاخر كده السكان هنا في المانيا في انخفاض، وكمان كبار السن في زياده دايما. ده كمان في المقابل ان الشركات الالمانيه هنا يعني بتواجه صعوبه كبيره جدا في انها تلاقي عمال ماهرين يعني زي عندنا وكده. بتلاقي صعوبه جدا في كده. يعني في 2024 اللي هي السنه اللي فاتت كان في اكتر من 1.5 مليون وظيفه فاضيه حرفيا، يعني مستنيه الناس اللي هي المتخصصه او الناس اللي هي الماهره عشان تيجي تاخدها. انت واخد بالك؟ اكتر من 1.5 مليون وظيفه خصوصا في المجالات اللي هي المهنيه والتقنيه وكده. عشان كده يعني المانيا او الحكومه الالمانيه بتشجع جدا الهجره اللي هي المهنيه، وبتفتح الباب على مصراعيه للاجانب عشان يجوا يدخلوا المانيا يعملوا اوس بيلدونج، عشان هم يغطوا اللي هو النقص اللي عندهم ده. ايه بقى اكتر 5 مجالات مطلوبين في المانيا بالنسبه للاوس بيلدونج؟ اول مجال يا صديقي واكيد سمعت عنه، ويعتبر اكتر مجال دلوقتي ويعتبر رقم واحد في المانيا، وهو التمريض اللي هو كرانكشفيستا او اللي هو بفليكا فخمان او بفليكا فخ فراو. المجال ده حرفيا او التخصص ده حرفيا يعتبر رقم واحد في المانيا حاليا، والطلب عليه جدا كتير كتير لان في نقص كبير جدا في الممرضين. وهعمل عن التمريض ده فيديو قريب، يعني خصوصا للتمريض. وفتره التدريب بتاع الاوس بيلدنج والتمريض ده بتبقى 3 سنين. وخلال الفترة دي كمان انت بتاخد راتب شهري بتراوح ما بين ال 1100 لحد 1500 يورو في اثناء الدراسة كمان. وبعد ما تتخرج او بعد ما تخلص الدراسة، الراتب بتاع التمريض بيوصل معاك ل 2500 يورو، وبيوصل كمان لثلاثة مع وقت والخبرة. وهعمل عنه فيديو قريب مخصص للتمريض قريبا ان شاء الله. تاني مجال برضو مطلوب هنا في المانيا وهو الفني الكهرباء اللي هو الالكترونيكا. المجال ده برضو انك تشتغل في المجال الكهرباء او الطاقه او الانظمه الذكيه وكده. وكمان المجال ده مطلوب جدا في المدن والمدن الكبيره وفي الصناعات الثقيله. وفتره التدريب بتاع المجال ده بتبقى عباره عن 3 سنين ونص. وبرضو كمان اثناء التدريب بتاخد راتب شهري بيتراوح ما بين ال 1000 ل 1300 يورو. يعني لو انت مثلا في اي دوله عربيه او في مصر او كده وشغال اوريدي فني كهربي وحابب تحسن من حالتك، انت تقدر
تاخد تدرس الالماني لحد البي 1 وتيجي هنا تدرس المجال ده وتشتغل فيه، وانت هتبقى بالفعل شاطر فيه لانك عندك خلفيه كبيره جدا وعندك خبره كبيره جدا. وبعد ما التخرج، بعد ما تتخرج من يعني دراسته، الراتب بتاعك هيعلى، وهيعلى جدا طبعا لانك شاطر في المجال وعندك فيه خبره كبيره جدا. ثالث مجال مطلوب هنا في المانيا وهو الميكانيكي السيارات اللي هو الميكاترونيكا. اللي زي ما انتم عارفين المانيا يعني عربيات، عربيات يعني المانيا. العربيات هنا ديت يعني جزء كبير جدا من الثقافه الالمانيه هنا، والصناعات ديت دايما بيطلبوا فيها تقنيين محترفين جدا في الصيانه، برمجه، وكل ده. مده التدريب بتاع ميكانيكي السيارات ده بتبقى عباره 3 سنين ونص، وبرضه اثناء التدريب بتاخد راتب شهري بيبقى ما بين 800 يورو ل 1300 يورو. وده مجال على فكره حلو جدا، ولو انت عندك خبره فيه كبيره ممكن راتبك يوصل ويعدي. رابع مجال مطلوب هنا برضه بشده وهو الاي تي اللي هو تكنولوجيا المعلومات. تشتغل بقى في مجال البرمجه، دعم الشبكات، سايبر سيكيورتي، كل ده مطلوب هنا بطريقه كبيره جدا. والمجال ده مناسب لكل الناس، حتى لو انت ما عندكش خبره في المجال ده قبل كده برضه المجال ده مناسب ليك. وحتى برضه لو انت اتعلمت في المجال ده شويه يعني بنفسك، فالمجال ده برضه مناسب ليك. والمده التدريب بتاع المجال اللي هو الاي تي ده بتبقى عباره عن 3 سنين، وبرضه اثناء مده التدريب بتاخد راتب شهري بيوصل ل 1300 يورو في الشهر. وبعد مده التدريب اللي يعني الراتب بيبدا معاك من 2000 ونص وانت طالع في مجال الاي تي. طب ليه بقى يا عزيزي المشاهد الاوس بيلدونج ده خيار ذكي او خيار يعني اختيار صح؟ ليه؟ اول حاجه عزيزي المشاهد انت بتاخد اقامه قانونيه في البلد. يعني مجرد ما تدرس اوس بيلدونج انت بتاخد اقامه قانونيه في البلد، تقعد براحتك. ثانيا تاخد راتب شهري بيكفي مصاريفك وزياده. وكمان بعد ما تخلص التخرج بيبقى عندك فرصه كبيره جدا انك تشتغل في شركات كبيره او مؤسسات كبيره، مجرد ما تخلص مده الدراسه مباشره تحصل على شغل. وكمان بعد كذا سنه تقدر تقدم على الاقامه الدائمه او الجنسيه. فيا عزيزي المشاهد لو قررت تبدا في الموضوع ده، اول حاجه نصيحتي حسن الالمانيه بتاعتك، يعني مستوى البي 1 على الاقل. ثانيا جهز سي في كويس. ثالث حاجه تواصل مع الشركات اللي بتوفر او المؤسسات اللي بتوفر التدريب ده. وهحط لكم المواقع تحت اللي هو الاوس بيلدونج دوت دي اي، ومانشات دوت دي اي، واربات اجنتوا دوت دي اي. هحط لكم الثلاث لينكات بتاع الثلاث مواقع تحت في الوصف، تقدروا تخشوا تقدموا من عليهم لما يبقى معاكم شهاده اللغه الالمانيه البي 1. تدخلوا على المواقع دي بعدها تقدموا على المجال اللي انتم حابين تدرسوه. واخر حاجه تقدم على الفيزا الاوس بيلدونج ده من السفاره الالمانيه في البلد اللي انت فيها. في النهايه عزيزي المشاهد حابب اقول لك ان الاوس بيلدونج ده مش مجرد تدريب وبس، يعني هو حقيقه مفتاح او يعني بدايه لحياه جديده احسن ليك في دوله من اقوى الدول في اوروبا. وحرفيا مش محتاج تكون عبقري ولا جينيوس عشان يعني تعمل الموضوع ده. كل اللي انت محتاجه انك يعني ايه، تبقى جاد وتتعلم اللغة وتبدأ تخطط صح. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تسوي لايك، سبسكرايب. ولو عندك اي سؤال بخصوص اي نقطة في الفيديو اكتب لنا في الكومنتات وهرد عليك، او ابعت لي على الانستجرام وهرد عليك شخصيا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنساش كمان تشارك الفيديو لاي حد مهتم السفر او الهجرة لألمانيا. واشوفكم في فيديو جديد.